الخطر في ان كل ما الالتهاب يزيد فالبروتينات بتاع الالتهاب دي تتفرز من الكبد كتير، اللي منهم الاي بروتين يبقى كتير. الاي بروتين ده بقى لما بيكتر بيروح يترسب في اماكن غلط، يعني ممكن يترسب في الكلى فيأثر على وظيفة الترشيح بتاعها، المصفى ما تشتغلش كويس فيعمل فشل كلوي. فعشان كده الاي بروتين لما بيزيد بيعمل فشل كلوي، مش عشان الاي بروتين في حد ذاته، لا، عشان هو التهاب حصل طلع الاي بروتين بس زاد قوي لان الالتهاب شديد قوي فراح يترسب في الكلى. ما في كميه كبيره منه في الدم، هيروح فين؟ راح الكلى. ممكن يروح في الاوعيه الدمويه يترسب فيها فيضيق الوعاء الدموي فتقل المساحه اللي هيعدي منها الدم، فبالتالي الخلايا مش هيوصل لها دم كويس، يعني مش هيوصل لها اكسجين كويس، صح كده؟ ممكن يترسب بين الخلايا وبعضها فالخلايا مش هتقدر تقوم بوظيفتها. فبالتالي الاي بروتين او بنسميه لوحده مرض الداء النشواني، في حاله الالتهاب زاد الاي بروتين زاد بدا يترسب في اماكن تانية لدرجه ان هو نفسه بدا يسبب مشاكل، فبنسميه الداء النشواني نتيجه وجود الاي بروتين بكميات عاليه. عرفنا ان الاي بروتين هو دلالات الالتهاب بس، زيه زي تحليل اي اس ار او سرعه الترسيب اللي اتكلمنا عنه اول فيديو، زيه زي تحاليل تانية كتير دلالات الالتهاب، ملوش علاقه بمرض معين.